وندخل على قانون التصالحات. فاكرين قانون التصالحات احنا اتكلمنا عليه هنا كم مره، وجبنا سياده النائب محمد اسماعيل امين سر لجنه الاسكان، وجبنا النائب فوزي فتى النائب اللي قدم قانون التصالح، وكان الموضوع ده قبل مثلا 3 شهور او حاجه، وكان شائك، ما كانش حد فاهم حاجه، وكان الشارع المصري غاضب وكان قلقان وكان خايف، ومين هيدفع ومين هيتحبس ومين هيهرب وهيعملوا ايه في اللي مش هيدفع. النهارده الشارع المصري، الحكومه لما الرئيس تدخل، الحكومه بدات تقنن الموضوع كل يوم، يعني كل يوم الحكومه تمد المهله كل يوم، تدي الشارع فرصه لان هو يروح، تدي الشارع فرصه للاجراءات، وذللت الاجراءات الصراحه، وقللت الاوراق من على كاهل المواطن. ولكن فتحت تاني، يعني هي فتحت تاني دلوقتي المهله، وخلت المهله بعد عدد كبير جدا. خلي بالكم عدد التصالحات النهارده وصل ل 2 مليون فاصل 1 من 10، يعني 2 مليون متصالح تقدم للاحياء. والنهارده لما الطلبات اتقدمت بالشكل ده يبقى في ضغوط على الاحياء. طيب الضغوط اللي على الاحياء دي يا سياده رئيس الوزراء، يا ساده يا محافظين، هل في رقابه على الاحياء؟ هل في رقابه في تقديم الورق ده؟ انا مبسوط، انا شخصيا مبسوط من تعامل الحكومه في مد الفتره مره واثنين وثلاثه، في تذليل العقبات والاوراق قدام المتصالح، في تقليل سعر المتر في التصالح، في طريقه السداد للتصالح. كل دي قرارات ايجابيه، بس دي قرارات عليا، قرارات طالعه من رئيس الوزراء. هل المواطن لما بيروح يقابل في الحي بيقابل رئيس الوزراء؟ لا، بيقابل موظف الحي، اللي هو انا مش هتهم حد، بس هو برضو المخالفات دي كلها طلعت من موظف الحي اللي هو اتعود على الرشوه، اللي طلعت الكيانات الكبيره والابراج العملاقه دي بالمخالفه في وجود هذا الموظف. هل تقديم الطلبات ده وملفات الطلبات اللي بتضيع كل يوم، يعني الناس تروح تقدم وتقول انا قدمت الطلب، وبيبقى معاه الايصال بالمناسبه، ايصال السداد، يجي يسال على الملف ما يلاقيش الملف، يتعمل ملف تاني، وطبعا ملف تاني انتوا عارفين عشان اقدم الورق بقدمه فوق المكتب، واقدم الملف بتاعي من تحت المكتب، انتوا عارفين عشان الورق يتقبل بتاعي. هل رئيس الوزراء والمحافظين واخدين بالهم من الاحياء؟ خلي بالكم عندنا احياء بعينها، وعندنا حاجات بعينها بتحصل في احياء، وعندنا وقائع بعينها حصلت، وملفات ضاعت بعينها، وفي منهم برج اللي احد النجوم الشهيره في عالم الغناء هو ساكن فيه الصراحه، والملف ضاع. وشارع الهرم الصراحه فيه حاجات كتير قوي، وحي الهرم فيه حاجات كتير قوي. يا سياده محافظ الجيزه، خلي بالك من حي الهرم، روح شوف، ابعت حد يتصالح. انت مش هتصالح، ما انت اكيد عندك جيران، عندك قرايب عندهم مخالفه، ابعت حد يتصالح في حي الهرم، وشوف حي الهرم بيتعامل ازاي، شوف الملف عشان يتقدم ايه اللي بيحصل، وشوف بعد ما يتقدم في ملفات بتضيع ازاي وبيحصل ايه تاني. هنستناك تشوف وتعلن لنا وتقول لنا وتيجي تكذبنا. الحكومه وملف العشوائيات، ملف العشوائيات هو الشغل الشاغل ايضا للحكومه، يعني زي ما بنقول ان الحكومه عماله تطور وعماله تبني، انا مش عايز اقول الحكومه لان مش راضي، هنقول الرئيس، لان الرئيس هو اللي بيوجه، هو اللي بيعمل، عمال يبني وعمال تشييد في مشروعات عملاقه، عمال يعمل في مشروعات علميه زي الجامعات اللي اتعملت في سينا، ولسه القادم احسن. ولكن ملف العشوائيات هو ملف شائك قوي، ملف رفضت الاقتراب منه حكومات كتير في عهود كتيره لمصر سابقه، يعني اتذكر الرؤساء اللي قبل كده ملف العشوائيات بالنسبه لهم، انا افتكر تصريح الرئيس مبارك قال ملف العشوائيات ملف معقد، يعني ذكر شبرا بالظبط، وقال شبرا محتاجه 11 مليار ايام قبل 20 سنه علشان نحل عشوائياتها. طب شوفوا الراجل السيسي ده دخل فين، راح فين، وجه الحكومه تعمل ايه. عندنا ملف العشوائيات ده من ضمن الملفات المهمه للدوله، زي ما قلنا انه هيتم اول قرارات، هيتم ازاله واخلاء مناطق شمال وجنوب الحرفيين بمنشاه ناصر، يعني المناطق المتكدسه اللي كلها عشوائيات، اللي مش فاهمين الناس دي عايشه ازاي، ولكن شايفينهم عايشين كده على طول، هيتم ازاله ده كله. طبعا انتوا عارفين منطقه ماسبيرو بالكامل اتشالت. هتقولوا ده الحكومه متغطرسه وقويه على الشعب وبترمي الشعب بره، خلينا نكمل ونشوف بترميهم بره ولا لا. هنا تعمل المحافظه حاليا برضو القاهره، خلي بالكم كل ده محافظه القاهره، على اجلاء واخلاء سيدي فرج. سيدي فرج ده بمناطق او بنطاق حي رود الفرج بشبرا، حي معقد جدا، حي متكدس، يعني الحاره مش هنقول الشارع تبقى 2 متر، عدد القاطمي وعدد السكان فيها ممكن يعمل مجاوره في اكتوبر او في التجمع، عدد سكان غير عادي، لان قاعدين في اوض وقاعدين في عشش بالخشب وبالصفيح. فلما نقول الرئيس يدخل في الحته دي او الحكومه مجازا تدخل في الحته دي، لا، شابوه. اجهزه الدوله التنفيذيه مش هتزيل بس، لا، بدا يوجه ان الناس دي 25,000 اسره كمرحله اولى، الناس دي حصروهم 25,000 اسره، آن الاوان ان هم يعيشوا
في مسكن يليق، مسكن ادمي، مسكن يليق بالبني ادم بالمصري. فطبعا دي المساكن اللي بتعملها الدوله وبتعملها القوات المسلحه والرئيس السيسي، اللي كان 63 متر بقى 90 متر. وهنا برضو هنقول على حاجه بسيطه لازم برضو نتكلم فيها قبل ما نقفل الحته دي. في حاجه اسمها سكن مصر. سكن مصر دي تحديدا المنطقه اللي هي في مدينه الانتاج، اللي خلف مدينه الانتاج، فيها مخالفات كتير قوي. احنا عاملين سكن مصر ده علشان الناس تاخد حقوقها، وكل حد عايز شقه ياخد الشقه ويعيش فيها، يتجوز فيها، يربي عياله فيها، مش عشان التجار تدخل وتشتري وتبيع في الناس وتاخد الاوفر والكلام الفاضي ده كله. وعندنا ملف وعندنا الموضوع ده، نأمل برضو وزاره الاسكان تشوف المنطقه دي كده.